اوكي، بيقول لك ايه بقى النهارده؟ اكتر لعيبه اتمرنت تحت الكيك جراندي المدرب الطلياني العظيم اللي انا بحبه جدا، انطونيو كونتي. انطونيو كونتي طبعا بنتكلم في يوفي، بنتكلم في انتر، في نابولي، في تشيلسي، في توتنهام، بنتكلم في تاريخ. بصراحه الراجل انا بعشقه. طيب خلينا نقول رقم واحد يتشيلي، فعشان اكون صريح معاكم ارتورو فيدال. ماشي، ارتورو فيدال هو رقم واحد معانا في الليست. ما شاء الله، عندنا من الثامن للسابع طليان، فهنقعد بقى نهب الطليان. ايه؟ بونوتشي. بونوتشي رقم اتنين. كيليني. ماشي. رقم خمسة جيجي بوفون على طول. رقم ثلاثة ناخد مين تاني؟ بارزالي. هما كيليني بونوتشي بارزالي على طول، ايه باكج مع بعض. نجيب بقى ماركيزيو معاهم كمان، كلاوديو ماركيزيو في اليوفي طبعا. ماركيزيو رقم سبعة. في ايطالي رقم أربعة. ما اعرفش هل باريلا لحق يلعب ماتشات كتير معاه. باريلا مش موجود. طيب خلينا ممكن نروح مع مين مثلا؟ في حد كبير مسقطينه، بيرلو، اندريه بيرلو. صحيح، ايه الهبل ده؟ بيرلو بالفعل هو رقم أربعة. طب مفاجأة بالنسبة لي الصراحة إن فيدال أكتر لعيب لعب ماتشات مع أنطونيو كونتي. أنا الصراحة كنت مفكر لوكاكو لعب معاه في كل الفرق اللي راحها تقريبا. فرقم 8 بلجيكي، فخلينا نقول لوكاكو بالمرة بقى. أكيد يعني، أكيد مش محتاجة. طيب السويسري ده والله أعلم، غالبا يعني إن شاء الله بإذن الله. الواد الباك اليمين لكشتاينر اللي كان بيلعب معاه في اليوفي. بيتهيألي أصلا ما أعرفش دي معلومة صحيحة ولا لا، ما أعتقدش إن أنطونيو كونتي درب حد سويسري تاني غير الراجل الطيب ده. بالمناسبة ده كان راح أرسنال برضه يعني. طب فاضل رقم تسعة أسباني. يبقى فين الأسباني ده؟ الصراحة مش عارف، وحتى لو عارف كده كده أنتوا عارفين مش هقوله ليه بقى، لأن رقم تسعة المفروض في الكومنتات تركز وتفكر كويس جدا وتقول لنا مين ممكن يكون اللاعب رقم تسعة في الليستة بتاعتنا النهاردة.